وحشتيني يا زوزو. بتعملي ايه؟ ايه ده، بتعملي سكين كير للفرخه ولا ايه؟ فرخه تعطيها دقيق، بيض، توابل، هتعملي فيها ايه؟ ده ايه، بقسماط في الفرن نيه كده؟ تعالوا نشوف هتنفع ولا لا. الفراخ هنكسر بقى العظم ده. انا فتحتها قدام من الصدر كده بالمنظر ده، وبعدين هنعمل بقى فتحات في كل الفرخه بالمنظر ده كده. لازم نقطعها كويس جدا بالمنظر ده عشان نضمن ان هي هتستوي. وبعدين هقلبها كده واعمل فتحات هنا في الوراك كده بنفس المنظر. هنحطها نيه يا جماعه. هنجهز التتبيله: 3 معالق دقيق، 2 3 بيضايه، بهارات، ملح، بهارات فراخ، بابريكا، فلفل اسود، روزماري، نص كوبايه من السبن. هنميكس بقى كل ده مع بعض كده. هننزل بالفراخ نعمل لها بقى مساج بالتتبيله دي كلها. ندخل بين كل الفتحات اللي فتحناها زي ما احنا شايفين كده. هنقلب بقى الناحيه التانيه، التتبيله فيها كلها برضو بين الفتحات اللي احنا عملناها. ده شكلها بعد ما تبلناها كلها. ننزل بالبقسماط، نتبلها بقى كلها كويس جدا بالمنظر ده. لازم نتاكد ان التتبيله واصله لها كلها زي ما احنا شايفين كده. شايفين التنايات دي كلها لازم يوصل لها التتبيله. بقسماط كده. الخضار هنحطه تحت الفرخه، مش واخد مني اي حاجه غير ملح وفلفل اسود بس. نحط الشوايه على الخضار. هننزل بقى بالفرخه زي ما احنا شايفين كده على الفرن بقى على درجه حراره 180. وده شكلها بعد ما طلعناها من الفرن. يلا ندوق بقى نشوف ايه الاخبار. هي اتقطعت بسهوله جدا. ايه ده، ايه الجمال ده، حلوه جدا وسهله خالص. بتتبليها وتحطيها في الفرن وتنسيها. تستاهل التجربه حقيقي.